خليني أبدأ معاك بسؤال بسيط جدا. لو سألت أي حد في الشارع يعني إيه تسويق، غالبا هيرد ويقولك التسويق يعني البيع. لكن الحقيقة إن الفكرة دي واحدة من أكبر المفاهيم الغلط في عالم البيزنس، لأن التسويق مش بيع والبيع مش تسويق. في فرق كبير جدا بين الاتنين. الفرق ده لو فهمته صح هتبدأ تشوف السوق بطريقة مختلفة تماما. خليني أقولك جملة مهمة جدا في عالم التسويق قالها واحد من أهم علماء التسويق في العالم، وهو فليب كوتلر. وده عامل كده زي نيوتن في الفيزياء. الجملة بتقول: التسويق الجيد يجعل البيع غير ضروري. الجملة دي لو فهمتها صح هتفهم التسويق كله. معناها ببساطة إنك لو عملت التسويق صح وفهمت الناس صح وقدمت المنتج صح للجمهور، الناس هتيجي تشتري لوحدها. ساعتها مش هتحتاج تضغط على العميل، لأن المنتج نفسه بقى حل المشكلة عنده. علشان نفهم الموضوع أكتر لازم الأول نفهم البيع. البيع ببساطة هو محاولة إقناع العميل إنه يشتري منتج أو خدمة. يعني المنتج موجود بالفعل، والبايع بيحاول يقنعك إن المنتج ده مناسب ليك. طب لو دخلت مثلا محل موبايلات، هتلاقي البايع بيقولك: الموبايل ده كاميرته قوية، البطارية بتقعد يومين، المعالج سريع جدا، والسعر عليه عرض. كل الكلام ده هدفه حاجة واحدة بس: إنه يقنعك تشتري. وده عملية البيع. لكن السؤال المهم هنا: هل العميل كان أصلا محتاج الموبايل ده، ولا البايع هو اللي بيحاول يخلق الاحتياج؟ هنا بقى يظهر الفرق الحقيقي بين البيع والتسويق، لأن التسويق بيبدأ قبل البيع بوقت طويل جدا. التسويق يبدأ من لحظة التفكير في المنتج نفسه. المسوق الحقيقي ما بيسألش ازاي أبيع المنتج ده، المسوق بيسأل سؤال أهم: الناس محتاجة ايه أصلا؟ وده واحد من أهم الجمل في التسويق، لأن الناس ما بتشتريش المنتجات، الناس تشتري الحلول. العميل لما يشتري حاجة هو في الحقيقة بيشتري الفايدة اللي هياخدها منها. خلينا نفهم الكلام ده بمثال واضح. لما حد يشتري موبايل من شركة أبل، هل هو بيشتري مجرد موبايل؟ الحقيقة لأ، هو بيشتري تجربة استخدامه سهل، بيشتري تصميم جامد، بيشتري إحساس بالتميز، بيشتري نظام تشغيل مستقر. يعني العميل ما اشتراش الجهاز نفسه بس، هو اشترى التجربة الكاملة. وده بالظبط دور التسويق. التسويق لا يبيع المنتج، التسويق يبيع القيمة. خلينا اديك مثال برضه. تخيل إن في اتنين قرروا يفتحوا مطعم. الشخص الأول قال: أنا بحب البيتزا جدا، يبقى هفتح مطعم بيتزا. فتح المطعم، لكن اكتشف إن المنطقة كلها مليانة مطاعم بيتزا، والمنافسة قوية جدا والمبيعات ضعيفة. الشخص التاني فكر بطريقة مختلفة. قبل ما يفتح المطعم بدأ يسأل الناس في المنطقة: إيه الأكل اللي بتحبوه؟ إيه الحاجة اللي ناقصة هنا؟ فاكتشف إن مفيش مطاعم بتقدم أكل صحي، فقرر يفتح مطعم أكل صحي. المطعم نجح بسرعة. طب ليه؟ لأن الشخص التاني استخدم التسويق. هو ما بدأش بالمنتج، هو بدأ بالعميل. في التسويق في قاعدة مهمة جدا لازم تفهمها: العميل هو مركز كل حاجة. يعني كل حاجة في العملية التسويقية لازم تبقى مبنية على فهم العميل. المنتج لازم يتصمم علشان يناسبه، السعر لازم يناسب قدرته الشرائية، الإعلان لازم يتكلم بلغته، وحتى مكان البيع لازم يكون مناسب له. الشركات الكبيرة في العالم كلها بتشتغل بالطريقة دي. طب خلينا نعرف شركة نايك بتعمل ايه. شركة نايك ما بتبيعش مجرد حذاء رياضي، الشركة بتبيع إحساس، بتبيع فكرة القوة والإصرار والنجاح. علشان كده شعارها الشهير Just Do It ما بيتكلمش عن الحذاء أصلا، الشعار بيتكلم عن الإرادة. وده جزء مهم جدا من التسويق. المسوق الشاطر ما بيبيعش المنتج، هو بيبيع القصة اللي ورا المنتج. تعال نشوف شركة تانية بتعمل ايه، وهي شركة أوبر. شركة أوبر ما اخترعتش فكرة التاكسي، التاكسي موجود من عشرات السنين. لكن الشركة فهمت مشكلة الناس. المشكلة كانت إن الناس أحيانا مش بتلاقي تاكسي بسهولة، أو مش بتبقى عارفة السعر، أو بتستنى وقت طويل. الشركة دي قدمت حل بسيط جدا: تطبيق يوصلك بالسائق فورا ويحدد السعر ويعرفك وقت الوصول. كده الشركة ما باعتش مجرد وسيلة نقل، الشركة باعت الراحة والسهولة. وده هو جوهر التسويق. المسوق الناجح دايما بيفكر بطريقة مختلفة. هو ما بيبدأش بالمنتج، هو بيبدأ بالسوق. يسأل نفسه دايما 3 أسئلة أساسية: مين العميل؟ طب إيه المشكلة اللي بيعاني منها؟ إيه الحل اللي أقدر أقدمه للعميل؟ لو قدرت تجاوب على الأسئلة دي بشكل صح هتقدر تعمل تسويق ناجح. في النهاية لازم نفهم إن التسويق عملية كبيرة، مش مجرد إعلان أو بوست على السوشيال ميديا. التسويق بيبدأ بفهم السوق، بعد كده
تصميم المنتج المناسب، وبعد كده توصيل الرسالة للجمهور، وبعد كده تأتي عملية البيع كخطوة أخيرة. علشان كده دايما نقول إن التسويق هو عقل البيزنس، والبيع هو العضلات. لو العقل اشتغل صح، العضلات هتشتغل بسهولة. خلينا نختم الحلقة دي بفكرة مهمة جدا: ابدأ دايما بالعميل وليس بالمنتج. لو فهمت العميل كويس هتعرف تقدم له المنتج اللي محتاجه فعلا، وساعتها المنتج هيبيع نفسه من غير ما تضطر تقنع الناس كتير. وده هو الهدف الحقيقي من التسويق. في الحلقة الجاية فاحنا هنتكلم عن أهم المفاهيم الأساسية في التسويق اللي لازم أي شخص يدخل المجال يفهمها، زي الفرق بين الاحتياج والرغبة والطلب، ومعنى القيمة، وإيه هو الجمهور المستهدف، وإزاي الشركة الكبيرة بتستخدم قاعدة التسويق الأشهر في العالم.